هتكلم معاكم النهاردة عن جملة سمعتها من راجل بيقول لي، بدأ الكلام معايا كده: دكتورة أنا خلاص تعبت، أنا مش عارف بيحصل معايا كده ليه. وحكى لي بعض المشاكل في حياته، وهي فعلا مشاكل مش حاجة مبالغ فيها، يعني هو فعلا بيتعرض لمشاكل تعتبر كبيرة، ومش عارف بيحصل معاه كده ليه. اتكلمنا والكلام جاب سيرة القدر طبعا، انه الحاجات اللي حكاها لي دي تعتبر نوع من انواع الاقدار، يعني دي حاجه قدريه ربنا سبحانه وتعالى قدرها له وعليها. هنا بقى نكتشف ان احنا تعاملنا مع القدر، مش انتوا بس، كلنا واولهم انا، في خلل. احنا بنتعامل مع القدر على انه حقنه، يعني حقنه بناخدها بقى كل قد ايه مش عارف، والحقنه بتوجع، بس هي ابتلاء، وهي لازم نصبر عليها. وانه بعد شويه بتقعد تقول لنفسك: طب وانا ايه يعني؟ طب وانا اشمعنى انا ما يعني كان في سيده فاضله كانت جميله تقول لي: ومين قال ان انا عايزه كل هذا الابتلاء؟ يعني بقول لها: ربنا بيعليكي. قالت لي: مين قال لك ان انا عايزه على كل هذا العلو؟ يعني انا عايزه ابقى عاديه كده، مش عايزه ابقى علو ولا حاجه. فاحنا بنتعامل مع الاقدار على انها حقن، ولو اتعاملت مع القدر على انه حقنه، صحيح الحقنه بتعالج، بس انت لو الدكتور قال لك كل يوم حقنه مثلا، او حقنتين في الشهر، بتبقى استويت، وبتبقى حاسس انك انت يعني ده علاج مش عاجبك، لانه حتى لو بيخففك بس بيتعبك ويعني بيوجع على الاقل يعني. وبتطلب دايما من الدكتور، في ناس تقول لك مش عايزه حقن، يعني دي بتبقى حاجه مطلب جماهيري يعني. طيب انا دلوقتي بتعامل مع القدر على انه حقنه، ربنا بيديها لي علشان يعلي قدري عنده. بعد شويه بالمقابل ما بلاقي او بشوف، خدوا بالكم، بشوف من بره ان في ناس ما بتاخدش حقن خالص، وانها ما بتضطرش يعني لشكه ابره زي ما بيقولوا. فتحس انك انت زعلان من ربنا سبحانه وتعالى، او حاسس انه هو مش شايفك او مش حاسس بيك، او يعني في قفله بقى بتحصل. لا، هو القدر الحقيقه عامل زي الحرام كده. الحرام يا جماعه مش غلاسه، الحرام والأقدار مش مفروض نتعامل معاهم على إنهم حقنة أو غلاسة، نتعامل معاهم على إنهم حكمة، مسج، رسالة. أصل بص، اشمعنى يعني هو كل واحد بيجيله امتحان بشكل، مش حقنة واحدة بياخدها الكل، لا، دي تفصيل. طيب الحقنة التفصيل دي، قبل ما أفكر إنها حقنة، يعني قبل ما أقول إن القدر ده حقنة، أقول القدر ده حكمة. حكمة. طب حكمة في إيه بقى؟ دي اللي لازم ادور عليها. اقول هو ربنا حرمني من ده عشان ايه؟ لما ده حصل انا وصل لي ايه؟ حصل لي ايه؟ اكتسبت إيه؟ لازم يكون ايجابي على فكرة. اكتسبت ايه؟ اشتهرت بايه؟ اتعرف عني ايه؟ عندي وقت لايه؟ واحتياجي اللي ربنا ما اداهوليش، اللي عمال يزن عليا ده، مش مفروض انساه، انا مفروض افضل اطلبه من ربنا لغايه يا يحققه يا يبين لي حكمته فيروح من دماغي خالص. تبص تلاقيها خلاص، يعني ما بقاش مهم قوي زي الاول، يعني او زي حاجه كانت ملحه عليك، خلاص راحت. فده انت لازم تتعامل مع الاقدار كده، تتعامل انها احكام، وانها سؤال ربنا عايزك تلاقي له اجابه، يعني ان انا حصل لي كده علشان كذا،
وتقعد تفكر فيها كتير. يعني هذا يستحق التفكير، هذا ميشن الحياة يا جماعة. احنا مش ميشن الحياة جايين علشان ناكل ونشرب ونتجوز ونخلف وننام ونتفسح ونخرج. هذا زي ذات ميشن. يعني انت ولو دي ميشن هتموت ليه؟ يعني ما انت رايح حتة بعد الموت. وحتى لو انت شخص ملحد وشايف انك مش رايح حتة، فانت لازم تفهم معنى انك انت اتولدت ومت. يعني لو انت عندك معنى يعني ربنا معاك، بس يعني لو انت عندك معنى بيخلص بالموت، شوفوا يعني يستحق انك انت تقعد تتكلم فيه. لكن بما ان احنا مؤمنين وعارفين ان فيما بعد في حياة تانية، فانا لازم ابقى عارفة ان مش لعبة. ربنا ما خلقش الدنيا لعبة، وما خلقش الدنيا عشان احنا نقعد ناكل ونشرب وننام ونتفسح ونتفرج على التلفزيون. مش معقولة يعني نبقى شاطرين في شغلنا وبعدين نموت، لا شغلنا بيجي لنا ولا حد بيفتكرنا ولا بيقف على حد. فلا، يعني في هنا حاجة لازم نبقى واخدين بالنا منها بقى، انه انا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى حرمني من كذا او اداني كذا او خد مني كذا. ليه؟ ليه؟ ايه الحكمة في كده؟ ايه الحكمة ان يحصل كده؟ انا مفروض يحصل لي ايه او افهم ايه او احس بايه علشان كده؟ ده مهم قوي. ده مهم جدا. ده مهم جدا 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 هذا الموضوع. ان انا بتعامل مع الاقدار وبتعامل مع القدر مش حقنة، ولكنه حكمة تستحق وتستاهل وتريد وتستدعي الإجابة والفهم والسؤال والسعي والتدبر والتفكر والتبصر وكل الوظائف المعرفية والعقلية اللي ربنا خلقها لك. لو تعاملنا بالطريقة دي، لا، هنبقى كأننا بنكلم ربنا، كأن ربنا بيقول لنا حاجات معينة، كأننا يعني في حجم أو في كم من الوصل روعة وحلو قوي ومطمئن ومعود وفرج كبير كبير كبير. لأن الحكمة من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فهي شيء روعة، وربنا عايزه لكل الناس. يعني عايزك انك انت بديك ميشن معينة، باخد منك ميشنز معينة عشان انت تقعد تفكر مع نفسك ايه المطلوب، ايه المطلوب اعمله طالما انا ما وصليش ده او ما خدتش ده او ما حصليش ده او ما رزقتش بكذا. يا رب نكون استفدنا ويومكم حلو.